انت بتعمل ايه يا محسن وسايبني بره لوحدي؟ هكون بعمل ايه يعني؟ بلعب ببجي يا حسنية. انت شايفة قدامك بعمل ايه يا حسنية؟ انت بتدور على ارخص حد بيصور افراح وحفلات واعياد ميلاد؟ اخيرا البعيدة بقت بتفهم. ما هو البعيدة اللي انت بتقول عليها هي اللي وفرت لك في حاجة المدرسة اللي جبتها من المكتبة، ولا نسيت يا راجل؟ وبعدين انت بتدور على حد بيصور ليه؟ اوعى يا راجل تكون ناوي تتجوز عليا وعايز حد يصور فرحك. يسمع من بقك ربنا. خلينا ارتاح من خليتك شوية بقى. انت بتقول حاجة يا محسن؟ لا يا حبيبتي، لا ما بقولش حاجة، انا بقول بس يخليكي ليا ربنا وارتاح في حضنك الدافي. بحسب. امال انت يا اخويا بتدور على حد بيصور ليه؟ انت ناسية ان عيد ميلاد أضامش ابننا يوم السبت اللي جاي، وعايز اصوره صور حلوة كده افرحه بيها وتبقى ذكرى حلوة يفتكرنا بيها لما يكبر، وكمان فرح لواحظ بعد شهرين. والنبي فيك الخير يا اخويا. طب اقفل الكمبيوتر ده بقى عشان رجلي وجعتني من الوقفة، وتعالى انا هحلها لك. حاضر يا حسنية، هقفله اهو لما نشوف هتحليها ازاي يا ام العريف. خير يا حسنية، هتحليها ازاي؟ قوليلي بس، اوعي بقى تقوليلي ان التصوير كمان فيه توفير او فيه عروض، لان دورت في المواقع كلها على النت وكلهم اسعارهم فوق ال1000 جنيه، ولا عاملين عروض ولا عاملين نيلة. يا عم سيبك بقى انت من المواقع اللي هتفلسك وهتضيع فلوسك على الفاضي، واسمعني. سامعك اهو، بس بسرعة عشان عندي شغل الصبح وعايز انام. كنت جاية يا اخويا من السوق بشتري شوية طلبات، وقلت اعدي على ام مجدة اسلم عليها، ولسه هخبط سمعت جوزها بيقول لها انه هيجيب واحدة اسمها اميرة ميزو عشان تصور عيد ميلاد مازن ابنها بكرة. بس ده حرام اللي انت عملتيه يا حسنية، انت كده بتتصنطي على جيراننا. ربنا يسامحني بقى يا اخويا، بس انا حبيت اعرف مين اميرة ميزو دي اللي بيتكلموا عنها، لان جوزها لما بيتعامل مع حد بيبقى الحد ده منزل عروض او عامل تخفيض في اسعاره. طب انت ليه ناصحة ما دخلتيش على قناة يوميات محمد مجدي وشفت الفيديو بتاع أميرة ميزو؟ ما هو أكيد جايب تفاصيل أو المكان اللي بتقعد فيه. وهو انا غبية يعني؟ ما انا سرقت يا اخويا نت من عندهم ودخلت على قناة يوميات محمد مجدي، بس ما لقيتش الفيديو بتاع أميرة ميزو ده. طب وبعدين يا حسنية، هنعرف ازاي نجيب أميرة ميزو دي؟ وبعدين محمد مجدي ما نزلش الفيديو بتاعها ليه أصلا على القناة بتاعته؟ انا هقول لك ليه ما نزلش الفيديو. اصل اتاري جوزها يا اخويا لازم يجرب الاول التصوير ويشوف تصويرها حلو ولا لا، واسعارها مناسبة للناس ولا لا، ولما بيتأكد من كل ده بينزل الفيديو على القناة عشان ما يضحكش على الناس ويكون فيه مصداقية. كده تمام، كده كويس وصح اللي بيعمله. طب بقول لك ايه يا حسنية، انا عايزك تروحي لمرات محمد مجدي طالما هي صاحبتك كده، وخليه ينزل رقم تليفونه على قناة اليوتيوب عشان اخده، عشان اتصاحب عليه واعرف اخبار عروض المحلات قبل اي حد. طب ايه رأيك؟ ده انا هخليك تقابله شخصيا وفي شقتهم كمان. ازاي يا نصحى؟ انا هتصل بأم مجدي كأني بطمن عليها، وهي كريمة قوي واكيد هتعزمني على عيد ميلاد مازن ابنها، بس انا هقول لها ان محسن مش هيوافق اروح مكان لوحدي عشان بيخاف عليا، فتيجي هي تقول لي هات رقم جوزك وهخلي محمد جوزي يتصل بيه. يا بنت النصحى، ده انت طلعت ذكية قوي. من يوم يا اخويا وانا ذكية، بس انت اللي مش واخد بالك. طب يلا اتصلي بيها قبل ما يناموا، وانا هدخل اوضه اغير هدومي. حالا يا روحي. عملت ايه يا حسنية؟ 7 ولا ضبع؟ قوليلي. مراتك طول عمرها 7. ابسط يا عم، انا وانت معزومين بكرة في عيد ميلاد مازن ابنهم. يعني كده محمد جوزها هيتصل بيا؟ ما هو انا لما قلت لها انك هترفض ادت التليفون لجوزها محمد وكلمني وقال لي لو ما جيتيش انت والاستاذ محسن هزعل منكم قوي، وكمان عشان نتصور كلنا مع بعض. حلو قوي كده، يعني احنا كده هنشوف أميرة ميزو اللي بتصور، صح يا حسنية؟ صح كده، وبالمرة هنشوف تصويرها حلو ولا وحش، ولو كان حلو هنجيبها تصور عيد ميلاد أضامش ابننا، وكمان تصور فرح لواحظ بالمرة. أكيد تصويرها هيكون حلو يا حسنية طالما محمد مجدي هو اللي هيجيبها. حكيمان عارف محمد مجدي من زمان واحنا صغيرين ما بيحبش يتعامل مع حد غير لو كان واثق فيه.
يلا بقى نام انت عشان تلحق تروح الشغل، ولما ترجع من الشغل نروح عيد ميلاد مازن. يلا تصبح على خير يا حسنية. وانت من اهله يا اخويا. ايه، حفلة عيد ميلاد مازن كانت حلوة قوي واتبسطنا يا حسنية. شفتي، مش انا قلتلك ان محمد مجدي ما بيتعاملش مع حد غير لو كان واثق فيه قوي؟ ايوه يا اخويا شفت. البت اميره ميزو دي بنت زي العسل، رغم انها اصغر من لواحظ بس عليها تصوير ايديها تتلف في حرير. دي صورتني شوية صور يا حسنية، يا رجعتني شباب تاني. يا اخويا دي كانت بتصور الناس كلها واحد واحد، ايش تصوير من فوق وايش تصوير من تحت وايش تصوير بالجنب، وكانت بتشقلب الكاميرا. تقولش المخرج يوسف شاهين يا اخويا ايام شبابه؟ انت بتقولي فيها يا حسنية؟ دي أميرة دي طلعت محترفة فعلا، ولا أجدعها مخرج تصوير. يا ما كان نفسي البنت لواحظ تعرف تصور زيها كده. كانت صورتنا صور كتير وانزلها على الانستجرام واكتب على الصور جمال سر حياتي. هو ايه الستكران ده يا حسنية؟ ده برنامج جديد ده ولا ايه؟ ولا انت تقصد الانستجرام؟ انا عارفه يا اخويا، او هو البق اللي انت قلته ده. لكن قولي لي، انت قلت لي هتكتبي على الصور ايه يا حسنية؟ جمال سر حياتي. جمالك سر حياتك. طيب. ايه مش عاجبك الاسم ولا ايه؟ لا طبعا يا حبيبتي، الاسم عاجبني بس الشكل هو اللي مش عاجبني. انت بتقول حاجه يا محسن؟ لا يا حبيبتي، لا انا بقول الاسم حلو بس الشكل هو اللي احلى، بس انت بتسمعي غلط. بحسب. هو انت رايح بينا فين يا بابا؟ بدور على أميرة ميزو اللي بتصور عشان تيجي تصور عيد ميلادك. طب ما تتصل بيها يا بابا بدل ما انت بتلفلف بينا وكأنك بتدور على إبرة في كوم قش. ما هو أمك الفقرية أخدت رقمها لما كنا في عيد ميلاد مازن وضيعته. طب أنا عندي فكرة. قولي يا حالة أمك. انت تدخل على قناة عمو محمد مجدي وتشوف الفيديو بتاعها، وأكيد هو منزل تفاصيل التواصل معاها. ما أنا اتفرجت على الفيديو من أوله لآخره، بس ولا قايل عنوان ولا قايل تليفون ولا كاتب أي تفاصيل خالص. هو عمل معاها لقاء من غير ما يسيب وسيلة التواصل بيها نهائي. بس على فكرة يا بابا، هو لما يشوف الفيديو ده هينزل طريقة التواصل بيها في التعليق المثبت أو في صندوق الوصف. فكرة حلوة يا دي أضامش، فعلا احنا نشير له الفيديو ده، ولما يشوفه أكيد هينزل رابط صفحتها أو رقم تليفونها أو حتى مكانها. يلا نرجع بقى، كفايانا لف لغاية كده عشان نروح لأمك. ألو، ازيك يا مساندي؟ عاملة ايه حبيبتي؟ والأولاد عاملين ايه؟ يا رب دايما. الحمد لله بخير. بقولك ايه، تعرفي يا اختي الولية ملاحظ مرات محسن؟ ايوه هي دي، لسه قافلة معاها دلوقتي التليفون، وكانت بتقول لي انها راحت هي وجوزها عيد ميلاد مازن ابن صاحبتها، وكانوا يا اختي جايبين بنت بتصورهم اسمها أميرة ميزو، وصورتهم صور ايه انما عجب، وفضلت تشكر فيها وبتقول ان تصويرها زي تصوير المخرج يوسف شاهين في الافلام، واتفقت كمان معاها انها تيجي تصور عيد ميلاد أضامش ابنها، ومش كده وبس، وكمان هتصور فرح لواحظ بنتها عشان اسعارها حلوه ورخيصه وبتعمل عروض حلوه. ايه ده، انت كمان عايزاها تصور حفله افتتاح المحل بتاعك؟ لا يا اختي والنبي ما اعرف عنوانها فين. طب استني بس انا هفهمك، انا هتصل بالبنت حسنيه ملاحظ دلوقتي تقول لنا مكانها فين. اوكي اتفقنا؟ يلا سلام دلوقتي.